بعد صلاة الجمعة مباشرة. في حاجة تاني فيك يا مقدسة؟ دراعك بس. اسمك ايه يا مقدسة طيب؟ اسمه ربع ابراهيم عليا. ألف سلامة يا مقدسة. ايه بقى الإصابات اللي فيك أنت؟ في حاجة تانية غير وشك دي؟ دماغك تاني؟ ده كل ده إصابة إيه بقى؟ إصابة إيه؟ حديدة. وأنت اعترضت أي حد فيهم؟ اعترضت أي حد فيهم ضربته؟ ما ضربتش حاجة، تعبر بيا. في إصابات تانية في إيدك؟ غير الجبس اللي أنا شايف إيدك هنا وإيدك التانية دي. في حاجة في رجليك طيب؟ أنت كسر بس مفيش أي حاجة. مكسر ودماغي بسبب خياطة وفي وجع على الغرف. احكي لي بس اللي حصل، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنا قاعد في الدكان وبصيت لقيت لك قاموا علينا كده مرة واحدة. بدون أي سبب؟ لا عشان هو مسيحي. احنا مسيحيين. عشان عشان هو يقولوا مسيحي. ده انتوا بتعملوا كنايس وهتعملوا كنيسة ولا مش عارف. يعني بعد صلاة الجمعة؟ بعد صلاة الجمعة راحوا قايمين مرة واحدة كده علينا، اللي يولعوا في بيوتهم واللي يكسروا خشبهم واللي يخشوا البيوت يولعوا فيها ويضربوا. لكن مفيش أي احتكاك كمسيحيين مع مسلمين في الأرض؟ مفيش أي حاجة خالص والله، ولا في أي شيء. ومرة واحدة كده بعد ما بيصلوا راحوا قايمين علينا مرة واحدة. ازاي بقى؟ في أي إصابات تانية غير إيديك ودماغك؟ هي دماغي ووشي هنا في 7 غرف. كان حوالي كام واحد كده داخلين بيهجموا على البيوت؟ يعني تعرف حد أسماء منهم؟ بعرف اسماء. محمد بن عاطف وولد محمد بن براون. هل دول معروفين في البلد انهم مشاغبين او حاجه زي كده؟ لا يعني مشاغبين اصلا زي مظاهرات بقى وكلها بتلم بعضيها وبيسرحوا على رايحين يقتلوا. منين بقى طلعوا منين هم؟ من بيوتهم من الجام من تحت. يعني بعد صلاه الجمعه؟ بعد ما صلوا الجمعه طلعوا من الجمعه كله بقى. يعني دي خطه مدبره. ايه اللي فيكي؟ دراعي مكسور. دراعي. في حاجه ثانيه غير وريني كده؟ طب حاجه وريني كده مقدسه بعد اذنك. بس ايوه كده تصور بقى كله. في حاجه ثانيه غير دراعك؟ ايه اللي حصل في البيت عندك؟ 5 شبابيك اتكسروا والباب اتكسر وحاجتنا كلها باظت. واحنا لو شافون لو طلوني كانوا قتلونا انا وبنتي. يعني انت قاعده في البيت لقيت الضرب والرزع؟ ضربوا بقى، انا سكين على روحنا كسروا الباب. في حد دخل البيت كسر اي حاجه غير؟ لا طلونا. مؤاخذه درجه سلم ورا بعض كسروه وزفاه عليا كسر دراعي. وبالنسبه للامن جه امتى؟ ده انا ما شفتوش بقى، انا جيت قبل الامن ما يجي. يعني اللي كانت فتت على الباب رحت راكبه فيها. الخناقه دي كانت حوالي قد ايه؟ وقتها قد ايه يعني؟ وقتها الساعه 1 بالظبط. الساعه 1. الساعه 1 بالظبط. فضلوا يضربوا فيكم حوالي كام ساعه؟ فضلوا يضربوا فينا دي ساعه. شوف شله ما تقولش 15 نفر 20 نفر، مجموعات كل مجموعه على باب. في حاجه ايه؟ في حاجه اتاخدت من البيت؟ دهب، فلوس، اي حاجه موجوده مقتنيات من البيت عندك؟ انا بقى يعني طبعا كتبت في الازعاج ما شفتش بقى الحاجه زي انا يعني اللي يوم بس في حد في البيت اتعور غيرك؟ بنتي بقى اللي مسكتها وابوها. ما تعرفيش ما نعرفش متعور ولا ايه. البيت اتحرق. هل انت احتكيتي بيهم قبل كده؟ الناس دي؟ لا يمكن. طب ايه سبب الخناقه اصلا؟ سبب الخناقه هم ضربوا المسلمين بدون اي سبب؟ بدون اي سبب، جايبينها من على السقف. شوف البيوت اللي على السقف كلها حرقوها وبهدلوها وجم علينا احنا بحر البلد جم علينا برضه. وايه السبب اللي حصل كده؟ السبب اللي خلاهم يعملوا كده فينا؟ السبب اللي هم بيهاجمونا مش عايزين يعملوا خلونا نعمل كنيسه في البلد. يعني كل ده سبب عدم بناء كنيسه؟ ايوه عدم، مش عايزين نبني كنيسه. والكنيسه نفسها حصل فيها حاجه؟ ما فيش اللي بنصلي فيه لسه يعني ما طبعا اتحرقت سببتها. حوالي كام بيت كده اتحرق في البلد؟ كل المسيحيين كلها. البيوت كلها؟ واصابات كلها؟ في محلات نهبت او اتسرقت او اي حاجه؟ في محلات خشب اتحرقت وفي محلات علافه اتحرقت واتبحترت في الشوارع. واللي كانوا بيطلوه منا كانوا بيقتلوه. يعني ربنا كرمنا اللي احنا بقى نزقق في الاوض من جوه. لو طلعنا كانوا قتلونا. ومفيش اي شرطه نقطه البلد العمده؟ مفيش ولا عمده اي حد دخل مشوا ولا عمل لهم حاجه. حضرتك من قريه بنها؟ ايه اللي حصل في بنها؟ دخلوا علينا مره واحده كلهم، الشارع كله كان مليان، وركبوا علينا هنا فوق، جرونا فوق في الشقق
وطلعوا نقدوا من تحت البيوت ولعوا فيها وقلبوا العجين كنا عاجنين والكلام كله على بعضيه. ده الكلام ده كان الساعة كام؟ كان بعد الجمعة على طول. على صلاة الجمعة؟ على صلاة الجمعة كانت لسه شغالة كمان. كانت صلاة الجمعة شغالة. خدوا حاجة من دي أي إصابات ولا حاجة؟ خدوا الذهب والفلوس اللي كانت عندي. خدوا الذهب؟ كان يعني خدوا كله؟ بتاع الحيطة السقف بتاع البيت كله وقع. وفي أي تكسيرات في البيت أو أي حاجة؟ كله اتدندن. كل البيت اتدندن. في حد اتصاب في البيت عندكم تاني ولا حاجة؟ أنا وجدتي وعمي. لا اللي هم عملوا كده بقى. انت مصور ايدك؟ هي ايدك برضه اكيد مقبوض. وريني مقدسة ايه اللي شوف صور مكسور ايدها يا فيه؟ جورج. هي ايدها مكسور. ما هي وردة. دراع مكسور؟ ضربها بالمكوى. عندك كام سنة بقى؟ 70 سنة. 70 سنة. في حاجة تانية هي مكسورة مقدسة؟ ودماغك بس؟ كلمات؟ الراجل لاقي دراع مكسور. دراعها. وايه تاني ممكن نعرف بس ايه السبب اللي حصل؟ ليه هي كده؟ ما كده مصورة. عشان المسيحيين وعشان الكنيسة. يعني كل اللي حصل ده عشان عشان حاجة الكنيسة ما قالوا لنا قولوا عملي والله أكبر لما وقفتوا كلمة كنيسة ليه وكلمة كنيسة ليه وطلعوا ورانا وشدونا وكانوا عايزين يبهدلونا. انا سمعت ان كان في امام جامع هو اللي سخنهم قبل ما يطلعوا أكيد طبعا هم كلهم كلام بعد يعني كل ده بعد صلاة الجمعة مباشرة. طالعين بعد الصلاة. هل كلهم على بيت واحد ولا بيقسموا نفسهم على بيوت؟ كل البيوت؟ لا كلهم يجيبوا بيت ورا بعض. يعني متفقين زي متفقين. متفقين امال ايه؟ مفيش عمدة، مفيش نقطة، مفيش شرطة، مفيش أي حد. مش أي حد خالص. عمدة مين كده يا جورج؟ طب الشرطة اتدخلت امتى طيب؟ الشرطة اتدخلت. والمطافي جت ولا ما جاتش ولا جت في وقتها؟ الشرطة جت المطافي بعد عملوا حاجة بقى. يعني المشكلة حصلت المطافي جت. بعدها بكتير. بعد ما خلاص. بعد ما خلص البيت كله خلص هل كان في منع المواصلات وقطع سلوك تليفون كل ده عن البلد كل ده؟ قطع السلوك والكهرباء. كل ده كان مقطوع عن البلد. صرنا من بره من بره عشان ما نطفش. يعني أصبحت البيوت ما تصلحش للمعيشة خالص. مفيش ممكن حضرتك تروحوا تصوروها. هم كده يا ست خربوا البيت. في حد تعرفين من الأسماء اللي هم عملوا حاجة في البيت؟ طب ممكن تقول لنا الأسماء طيب؟ مصطفى سعد وسعيد محيي ومحمود محمد السعيدي ومحمد عبد العظيم أمين وإبراهيم توبة البكري وعمرو عاطف حلمي ومحمد عاطف حلمي ورفعت أبو الشيخ ربيع. كل دول شباب في سننا يعني. شباب كانوا مش كبار قوي. يعني كان غرضهم الأساسي سرقة الفلوس. سرقة الفلوس وحريق البيت بسبب الكنيسة. بسبب الكنيسة. بسبب الكنيسة. عشان المسيحيين. وعشان مسيحيين. في حاجة تانية عايز تقولها طيب؟ لا بس بهدلونا البيت مش هنعرف نقعد ولا ننام ولا مفيش هدوم ولا في أي حاجة. كل حاجة اتسرق والفلوس ما خلوش حياتنا أي حاجة. تسلمي بعد إذنك بس احكي لنا اللي حصل في قرية دمنة. اللي حصل إنه بعد صلاة الجمعة حصلنا إن إحنا قاعدين في البيت كلنا الضرب شغال في البيوت في بيوت مقطعة في ناس متعورة دخلوا كل البيوت المسيحيين جميع بيوت المسيحيين في البلاد محروقة كل واحد ليه محل أو ليه مصلحة أو ليه لا كالعيش بياكل منه عيش اتحرق غير الفلوس اللي اتسرقت والبهايم اللي اتسرقت كل ده اتسرق غير الضرب اللي الناس بتتعور فيه الناس فيه اتحولت في المستشفيات السلام الدولي والأسرى بعد صلاة الجمعة بالظبط حصل الكلام في جميع الجوامع. والشرطة اتدخلت امتى؟ الشرطة ما اتدخلتش إلا بعد فوات الأوان. وهل وجود مطافي أو إسعاف كل ده بعد ولا في مطافي. الدكان بتاعي أنا اللي طفيته بنفسي. الدكان بتاعي أنا اللي طفيته بنفسي. مطافي ما جاتش البلد حتى ما طفيتش أي حاجة. إلا بعد حدوث واحد من الناس اللي بيتها اتحرقت برضه ما طفيتش. وده سبب المشاجرات ما بين المسيحيين ولا عشان خاطر في سبب معين؟ ما فيش مشاجرات. السبب الوحيد يسأل عنه عمدة البلد وشيخ البلد محمد أبو زيد فاضل ويسأل عنه رأفت ربيع شيخ البلد ويسأل عنه صابر بس. يعني عمدة البلد ومشايخ البلد هم أساس؟ يسأل عن السبب لأن هم اللي عارفينه. ويسأل عنه أمن البلد. يعني دي منظمة مخططة من عمدة البلد. مخطط ومرسوم ومدبر بعد صلاة الجمعة ومنشورات تم توزيعها عن طريق الملتحيين في البلد جميع الملتحيين في البلد بما فيهم مدرسين في المدارس وزعوا منشورات على البيوت